ثلاث اخطاء في الوضوء ممكن يخلوا وضوءك باطل، والوضوء الباطل معناه صلاة باطلة. وايه اهم في حياتنا احنا كمسلمين من الصلاة؟ تعالوا نتعلمهم مع بعض عشان ما نعملهمش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايب قلبي اهلا بكم، ويلا بينا على طول نخش في الخطا الاول. طبعا زي ما احنا عارفين انه من سنن الوضوء بنغسل الايد، بعد كده بنتمضمض، بعد كده بنستنشق ونخش في غسيل الوجه. وفي غسيل الوجه ناس كتير بتتلخبط في حدود الوجه اللي المفروض يتغسل في الوضوء، وناخد بالنا كويس قوي من يتغسل، لانه في بعض الاحيان ناس بتاخد شويه ميه وتسيبهم كده وتمسح على وشها. لا، الوش بيتغسل. طيب بيتغسل منين لفين؟ عندنا من اول منابت الشعر لغايه الدقن هنا كده، وناخد بالنا كويس بقى من دي. شايفين الحته اللي جنب وداني الناحيه دي كده، والحته اللي جنب وداني الناحيه دي، دول برضو من الوجه، فلازم نغسل كل الحته دي. وناخد بالنا برضو ان لو حد مربي دقن خفيفه انه يعدي الميه بصوابعه ويوصلها لبشرته. اما لو واحد دقنه خفيفه فمش مشكله، خلاص بيغسل الظاهر من الوجه وبيمسح كده على لحيته بالميه. نيجي بقى للخطا الثاني، بعد غسيل الوجه بنغسل ايدينا لغايه الكوع هنا بالميه. يا عم عارف ان اسمه المرفق وما اسموش الكوع، وان الكوع في حته ثانيه، ركز في المعلومه وسيبك من الحاجات اللي في دماغك دي. فتلاقي ناس بتعمل ايه؟ تبدا تغسل من اول هنا لغايه هنا، وده غلط، لانه لازم نغسل من اول اطراف اصابعنا وصولا لغايه كوعنا هنا. فنركز كويس قوي ان اليد تتغسل مع باقي العضو. وفي خطا تاني في ناس بتعمله، انه يعني يجي يشمر كده، ما يعرفش يشمر لان الكم ضيق مثلا، سواء ولد ولا بنت، فيمسح على الكم من بره. اهو المسح على الكم ده لا يجوز، لازم يوصل الميه للجلد مش من خلال الكم. وهو المسح على الكم ده لا يجوز، ما ينفعش. طبعا يستثنى من ده اللي عنده جبيره، فده بيغسل اللي باين من بشرته وبيمسح على الجبيره نفسها. طب الجبيره لو وصلها ميه ممكن تبوظ، بيحط كيس ويمسح على الكيس من بره. المهم انه يغسل اللي باين من بشرته ويمسح على الجبيره. وبما اننا اتكلمنا على المسح فهنتكلم على الخطا الثالث. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه مسح على العمامه وعلى الخف. يبقى لو بنت لابسه الخمار بتاعها على وضوء ينفع تمسح عليه؟ ينفع. راجل ولابس عمه ينفع يمسح على العمه؟ ينفع. طيب هنمسح على الشراب واحنا لابسينه على وضوء؟ ينفع برضه، ينفع، ولكن ناخد بالنا من حاجتين. رقم واحد، انه يبقى الشراب ده لابسينه على وضوء، ما ينفعش نمسح عليه لو احنا مش متوضيين قبل ما نلبسه. وتاني حاجه، انه يبقى معدي العظمتين اللي موجودين في جانب القدم، لان في الشرابات اللي هي القصيره اللي بتبقى مش واصله لغايه عندها، ده ما ينفعش نمسح عليه. في الحاله دي بنقلع الشراب ونغسل رجلينا، لاني شفت كتير شباب بيمسح على الشراب الصغير ده، وده ما ينفعش. وبكده نبقى اتكلمنا عن الثلاث اخطاء في الوضوء اللي لازم ناخد بالنا منهم عشان وضوءنا يبقى صحيح، وبالتالي صلاتنا تبقى صحيحه. وركزوا كويس قوي يا اخواتي ان الوضوء نفسه عباده، وان اللي بيخشع في وضوءه وهو بيتطهر عشان يقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى هيكون خشوعه في صلاته اكبر واكبر. ربنا يجعلنا من اهل الصلاه ويتقبل منا باذن الله. تمام، ولا هنا ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده. قبل ما تمشي ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لايك لصفحه الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، وفولو على الانستجرام. شير في الخير بقى، انت مقصر معايا بقالك حبه وانا مش مقصر معاك، والدال على الخير كفاعله. اما لو حابب تدعمني على باتريون، لينك الدعم في اول كومنت على الفيسبوك، او كومنت على اليوتيوب، في الديسكربشن على اليوتيوب. انا بحبكم في الله، اشوفكم بكره باذن الله. تابعوا هاشتاج الساعه 7 اطلع لي كل فيديوهات. وكان معكم امير منير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.